بصوا بقى يا بنات، النهارده هعمل معاكم طبق مكرونه سهل وسريع وطعمه تحفه. هنا معايا في الطاسه توم قطعته انا مع نفسي. بقى انا عملت كل حاجه مع نفسي، قلت اجهز كل حاجه واعملها معاكم كلها جاهزه. معايا توم متخرط، ومعايا زيت، ومعايا اللي هي البومدريني الصغنن ده ومقطعاه نصين، ومعايا كوسه محمراها برضو، وده بلح البحر بيجي كده جاهز متقشر. النهارده يا بنات عايزه اقول لكم نصيحه من 6 الصبح، يعني نازله من البيت الساعه 8 الا ربع، داخله البيت 4 ونص. يعني طول اليوم كنت بره، كان عندي شغل لحد دماغي فوق كده. فقلت اعمل حاجه سهله وسريعه عشان مصدعه ومش هقدر يعني اطول في المطبخ. قلت اعمل معاكم النهارده مكرونه ايطالي كده تحفه. انا بشوح الثوم. بقول لكم ان انا جبت شطه حراقه النهارده، عملت سبيزه بعد ما خلصت الشغل اللي ورايا، وعملت سبيزه. جبت شطه حراقه، قلت عايزه اعملها مع المكرونه، نفسي كانت هفاني عليها. ساعات كده بيجي في يوم في الاسبوع الواحد بيبقى مليان لحد اخره، بيبقى مش شايف قدامه ولا وراه حتى يعني. بس الحمد لله ان اليوم طلع يوم الجمعه، على اساس بكره السبت الواحد يريح شويه. التوم اتشوح، وحطيت بقى معاه المودريني ديت، وقفلت الغطا بسرعه عشان طرطشه بصراحه متوسخيش السيراميك وتوسخ البوتاجاز بصراحه يعني. انا كنت امبارح موضبه المطبخ، فانا مش عايزاه يتبهدل. بس بعد ما اتبخرت الطماطم هرستها زي ما انتم شايفين كده، تمام. وبعد كده صفيت البلح البحر ده من الميه بتاعته وحطيته. في ناس بتشوحه، انا ما بحبش اشوحه. ان مفيش حد بيقول لي زفر، ان اوريدي السمك هو سمك زفر اصلا يعني، السمك زفاره. بس فحطيته كده مع البومودريني بعد ما خلاص هرسناه، تمام. واحط حبه صغننين شطه كده، بس مش هقول لحد يعني، عشان انا عيالي ما بيحبوش الحراق، بس انا نفسي هفاني عليها. هتدي طعم تاني كده. نحط فلفل اسود وملح وبس كده، يعني هنحط عليهم بس هو فلفل اسود وملح وحبه شطه صغننين يعني، هي مش حارقه قوي. بس وهسيبهم شويه مع بعض على النار، وبعد كده في الاخر خالص هنزل بالكوسه علشان ما تتهريش يعني. بس انا كنت عايزاها تبقى حمرا شويه، هوريكم هعمل ايه دلوقتي عشان الحته دي ما جاتش، اتقطعت وانا بصور. واوريكم ان ده برطمان صلصه انا بجيبه من الجزاره، بحط فيه زيت زيتون. شايفين الزيت متجمد ازاي من التلاجة، عشان ما يبص ما يعملش ريم ابيض من فوق. بملاه زيت، والزيت بيمسك في الصلصه مش بيخليها تبوظ. انا كنت محتاجاها تبقى حمرا شويه يعني. بس حطيت معلقه من الصلصه، تمام. وخلاص كده هنزل بقى بالكوسه اللي انا قطعتها خرطتها دواير كده وحمرتها، عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وعشان كده ما اطولوش على نفسي يعني بصراحه. بس كده غلوه والتانية وخلاص. هنبدا بقى نسلق المكرونه. بس هحط فيها شويه ميه فعلا، صح. هزود حبه ميه صغننين على الحله، ان انا مش عايزه الصوص يبقى شويه جوسي كده، مش عايزاه يبقى ناشف، تمام. وهنا الميه غلت، وحطيت معاها بقى المكرونه تتسلق، وهرجعلكم بعد ما المكرونه تتسلق. بس كده المكرونه اتسلقت، نبدا ننزل بقى عليها بالصوص اللي احنا عملناه بتاع المكرونه، تمام. كده ننزل بيه كله ونقلبه. انا عملت طبق مكرونه خفيف، كلناه مع شيبسي وكلناه مع فورماجو وطبق سلطه يعني. إيه اليوم لازم كده يعني، مش لازم كل يوم فراخ ولحمه. ساعات الواحد بيجي على يوم مش قادر ان هو يعمل اكل، فيعمل اي حاجه تكون خفيفه وسريعه وتكون طعمها حلو. وده الطبق المكرونه، شايفين عامل ازاي، لونه جميل والالوان اللي فيه جميله ومفيد، وفيه خضار يعني، في كمان كوسه وفي بلح البحر سمك. ده كان فيديو النهارده، بتمنى يعجبكم، ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.